النبي صلى الله عليه وسلم يذكر جده أنه في هذا المكان جت قريش تدور البير ما وجدتها، بئر زمزم ما حصلوها، دفنت مع عوامل تعرية الدنيا والأرض. يقول أيضا نمت مرة في الحجر في هذا المكان. الحجر ده له تاريخ، ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب له قيمة عند العرب. يقول فنمت مرة فجاءني في المنام من يقول عبد المطلب عبد المطلب، يقول في المنام. قلت نعم. قال قم واحفر ايش؟ احفر طيبة. يقول فذهب عني. قلت وما طيبة؟ فذهب عني. يقول يوم جاء اليوم الثاني جاني في المنام قال عبد المطلب عبد المطلب قم احفر برة. قلت وما برة؟ يقول وراح عني. هذه كلها طبعا وصف لزمزم. قال فجاءني اليوم الثالث قال قم واحفر المظنونة. قلت وما المظنونة؟ قال فذهب عني. قال فجاءني في اليوم الرابع او الليلة الرابعة فقال عبد المطلب قم واحفر زمزم فإنها لا تنزف أو لا تنزف، يعني لا يقف ماؤها ولا تفنى ولا تعاب عند نقرة الغراب الأعصم. الغراب الأعصم اللي له جناحين بيض عند قرية النمل. حدد له موقع في حول الكعبة، وهذا الموقع وصف له كيف سيجده. لما راح جد النبي أخذ معه فاس والمعول لأنه متهيئ أنه يشوف البير، فخذ المعول معه. فلما دخل فعلا وجد عند قرية نمل هناك الغراب اللي موصوف له، وضرب بالفأس والمعول فخرجت ماء زمزم. العرب تجمعوا عليه قبائل قريش، قالوا لازم أن يكون لنا نصيب في هذه البير، هذه بئر إبراهيم وهي ليست لك، ولازم أن نناصفك فيها ونشاطرك فيها وناخذ حقنا منها. قال أنا المسؤول. رفضوا. قالوا إذن نتحاكم عند كاهنة بني سعد قريبة من حول الشام.